مدرس بالغرفة الفلاحية وكاتب في مجال تربية النحل ومربي ومنتج للعسل. الهدف من المشاركة في المعرض الدولي للفلاحة بوهران هو التعريف بأهمية العسل وبيان أن تربية النحل هو مشروع يعني يمكن الاعتماد عليه، وخاصة الشباب والنشأة الصاعدة، وأن تربية النحل ليست كما كانت معروفة قديما هي إنتاج للعسل فقط، ربما عكف عنها الكثير من الناس بأسباب التغيرات المناخية، ولكن هنالك عدة منتوجات في تربية النحل كسم النحل، كالبروبوليس، كالبولان، كتربية الملكات. فهنالك عدة تخصصات يمكن للإنسان أن يستثمر في تخصص من التخصصات، كما نسعى إلى نشر ثقافة استهلاك العسل لدى المواطن الجزائري وعدم إدراجه كعلاج، بل لابد أن يدرج في غذائه اليومي، وايضا التعريف بمنتوجات الخليه وانواع العسل في الجزائر وكيف يمكننا اننا ننتج مختلف الاعسال. الهدف دائما هو توعيه الشباب كاتخاذ تربيه النحل مشروع ومن المشاريع الناجحه اذا الانسان تعلم طريقه صحيحه ودير دورات تكوينيه. وعلى كل حال حنا نديروا دورات تكوينيه في الغرفه الفلاحيه ونديروا دورات تكوينيه خاصه.